يا صباح الفل. النهارده هنروح على قايد بيتش. هناخدكم معايا بجولة كاملة من أول ما ننزل لحد ما نوصل ونشوف هنلاقي ايه تحت المية. ما رحتش الشط ده قبل كده فهتكون تجربة جديدة، أتمنى يعجبكم. يلا بينا. دلوقتي عامة من هنا من الجي بي ار باخد باص رقم 8 بوصل على طول على القايد بيتش، ولكن انا الكارت بتاعي عايز يتشحن فاروح الاول للترام اشحن الكارت وبعدها اطلع على باص رقم 8. خلاص شحنا كارت نقول هنروح دلوقتي هنعدي الشارع عشان نوصل هناك، عشان الباص بتاعنا هناك. حابب بصراحة جدا الجي بي ار، منطقة تعتبر حلوة جدا والشاطئ بتاعه يعتبر كويس. هروح بقى انا القايد بيتش واشوف الشاطئ، يمكن شاطئ احسن يمكن اوحش، فدي حاجة احنا هنعرفها سوا. احنا الباص بتاعنا جاي الساعة 12 وربع، نقعد بقى نستنى الحبة دول. وصلت الشط اخيرا بجد. هو بعيد شويه بس هنشوف. بس انا بصراحه مبسوط ان انا واخد فندق جنب الشط، بحيث ان انا مش كل يوم هاخد المشوار البعيد ده بصراحه. الشط اهو، نستمتع بكل المنطقه دي باذن الله. في هنا حاجه حلوه ان هو بيديك تعليمات بكل حاجه. خلاص جاهز عشان انزل الميه، والحلاوه هنا ان جنبنا على طول برج العرب هناك اهو، والمكان ده كله بقى نقدر ننزل فيه. الميه هنا واضحه اكتر، لسه الكلير يعني اكتر، ولكن الموج عالي. تعالوا نشوف حظنا. طيب انا مش عارف الصوت هيبقى واضح ولا لا لان مركب الكفر يعني بتاع الماسك، ولكن انا خلصت الشاطئ ده. الشاطئ ده صغير وهو مش القايد بيتش ده بقى اللي عرفته. فالشاطئ ده يعتبر جنب القايد بيتش، اسمه جميرة بيتش حاجة يعني، بس هو تبع جميرة برضه. فهنروح دلوقتي ماشي كده لحد القايد بيتش ونشوف المية هناك عاملة ازاي، ننزل المية بعد كده نرجع على الجي بي ار. ده جزء من شاطئ قايد بيتش اللي هننزل فيه النهارده. عاجبني قوي بصراحه الشط ده، الميه فعلا كويسه يعني، الميه نظيفه. فغالبا الشط ده هجيه مثلا حوالي يمكن 4-5 مرات كمان.
خلاص طالع من الميه. الشاطئ ده كان نضيف جدا يعني، ما تلاقيش بلاستيك خالص تحت الميه، كان في بس الكفر بتاع ازازه بلاستيك ولكن الازازه نفسها ما كانتش موجوده. فالشاطئ ده انا ارشحه لاي حد عايز يجي. بس هلم الحاجه واخد شاور وارجع على الفندق.